عسلامة إن شاء الله يا ربي الناس كل تكون بخير وعلى خير. نعملوا مع بعضنا اليوم إن شاء الله شربة العدس. أنا حطيت زوز رز بصل صغرونين اللي عندها راس بصل كبير تعملوا كعبتين نصف النارية خزوا، وعملت بطاطا حلوة كبيرة. اللي ما عندوش بطاطا حلوة يعمل قرع الأحمر، أنا تعجبني بالبطاطا حلوة. حطيت بطاطا كعبة بطاطا نورمال وطمطومة. توا باش نزيد لهم قدر 3 مغارف زيت زيتونة، ملح حسب الذوق بيان سور، شوية سكنجبير قد نص مغرفة صغيرة، ومغرفة صغيرة مليانة بالكركم، رشة زعتر، ونحط لهم تويكة شوية فلفل أكحل اللي بزر حبوب وشوية هيل. نحط قدر 200 جرام عدس أخضر مغسول بيان سور، ونمرقهم بالماء. نصب لهم الماء، أنا عملت إيدرا 200 مليلتر. هذاك الماء الكافي للطياب هاي الكل، ما محتاجش نزيد باش تقعد لي تطيب في مرقتها وبنتها. ومن بعد ما عملت الطياب متاعها وكل شيء نحط لها شوية كلافس و4 سنات ثوم، نزيدهم قدر مغرفة صغيرة تابل فوالا ورقتين رند، ونخليها تطيب على روحها. وتوا نتعدى نحضر لها لاصوص نتاعها اللي باش تعمل الاختلاف ونقلة كاملة. حطيت فيها مغرفتين فخوماج بلون، فروماج مثلثات واحد مركة، عصرة قارص وشوية ملح. وباش نزيد نحط لها نكيتا زيت قدر مغرفة صغيرة زيت على، ونخلطهم يتجانسوا مع بعضهم مليح مليح كيما قاعدين تشوفوا فيهم. انا ما نحبش المايونيز وكلي صوص ولا الكريم ليكيد، نفضل فخوماج بلون. اي فوالا بعد ما طابت الشوربه متاعي وهي سخونه باش نرحيها. فما يا جماعه راهو اللي بعد ما يرحيها يصفيها. انا نقول علاش معناتها كلها قوه كلها منفعه ومحلاها كي تبدا التكستور ماهيش رطبه بالكدا، معناتها تبدا بنينه. دونك نرحيها مليح مليح. اي فوالا نحطها في طبق التقديم، وتوا نزيدها هكا لاصوص اللي حضرناها لها. راهو فريمون تبدل لها طعمتها على الاخر، هي والهيل يساعدنا للهضم وبلوس يبننها حتى الرند باش يهضم لنا العدس. وهاكا نعملوا لها هكا شويه زينه وشويه هكا جو ونعملوا لها رشه كركم كمسا العدس ما عادش يقلقنا جمله. وصحه وفرحه ننصحكم بها خاصه في سيدي رمضان، راهي كلها منفعه تقنع صحيه وسهله كما شفتوها. يظهر لي حتى واحد ما عادش يبخل على شربة العدس ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. تنسونيش ماكس بارتاج، تعليق محلاه كيفكم، ابوني. على محبة رسول الله نلتقي.